بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مع هذا الفيديو جديد إن شاء الله اللي غنشرح فيها 10 الأسئلة ديال الامتحان ديال PDF. بزاف الإخوان كيسولوني مرات بغينا نعرفوا الأسئلة اللي كيتحطوا في الامتحان نفس الصورة ونفس السؤال. جبت لكم بعد هاد العشرة كان ديجا بعد شرحت كاع هاد الأسئلة كاملين، ودابا كل مرة غادي نبقى نعاود لهم باش كاع الإخوان الجدد ولا أي واحد عنده امتحان قريب غيستافد معنا إن شاء الله في هذا الفيديو خفيف، ولكن غتستافدوا. بالنسبة اللي خايفين من قانون جديد ما تخافوش، الأسئلة اللي غيتحطوا في الامتحان بحال هادو صافي، واخا فضلوا تصاور ولكن انتم ما فهموا الشرح اللي كنعطيكم، وما تخافوش كلشي غينجح ان شاء الله. بقاو معايا وتستافدوا معايا في هاد 10 الاسئله، وان شاء الله كل مره بقى نحط لكم غير 10 الاسئله ديال الامتحان. قبل ما تخرجوا من هذا الفيديو دعمونا بالاشتراك في القناه والجرس باش دائما راه كاين الجديد، ان شاء الله. هاد الايامات غادي نقلبوا على الاسئله اللي غيتحطوا في الامتحان عاوتاني جداد، وما غيكون غير خير ان شاء الله. يلا فرجه ممتعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السؤال رقم 1: نوقف باش نسمح للسياره الحمراء دوز. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنايا ملي كنشوفوا شي عربه خارجه من مكان خاص سواء من لابيست ولا خارج من الكراج ولا اي مكان خاص، ما كان نسمحلوش بالمرور. حنايا كنطبقوا القاعده مولي من يدوز الا كان تواجدوا في ملتقى الطرق، ماشي الا كان خارج غير من الدار جاي من اليمن وغديروا نعم، لا هذاك خارج غير من جهه ديال الدار ولا من الكراج ولا مشي مكان خاص مهم، ما كنسمح لهمش. الا كاين ملتقى الطرق او دي نعم، اما دابا هنايا لا ما نسمحلوش. الجواب صحيح رقم 2. السؤال رقم 2: نعطي حق الأسبقية. الجواب 1. نمر. الجواب 2. بحال هنايا عندنا علامة، هنا كاين ملتقى الطرق متساوية، ولكن دابا هنايا عندنا العلامة وغادي نشوفوا العلامة هذه شنو كتعني. هاد العلامة كتعلم على ليس لدينا حق الأسبقية. ايوا دابا إلا عندكم هاد العلامة خاصكم تعطيو الأسبقية اليمين واليسار. الا ما كاينش العلامه ديك الساعه غادي نطبقوا القاعده مول اليمين. دابا هنايا واش نعطيو الاسبقيه؟ نعم نعطيو الاسبقيه. الجواب الصحيح 1. السؤال رقم 3: غادي نعطي حق الاسبقيه اللي جاي من اليمين. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. اللي جاي من اليسار. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. هاد العلامه اللي مازال ما عارفهاش، غير تشوفوا علامة هذه اللي فيها كروة، راه كان نعطيو الأسبقية غير اليمين فقط. هذه العلامة سميتها كروازما مول اليمين يدوز غير اليمين صافي. غير تلقاو هذه العلامة ديروا اليمين نعم، اليسار لا صافي. الجواب صحيح 1 و4. السؤال رقم 4: واجب على السيارة اللي جاية من اليسار تعطيني حق الأسبقية. نعم الجواب 1، إلا الجواب 2. دابا هنايا في هذا ملتقى الطرق منظم بالإشارة، وهنا عندنا إشارة ديالاش قف صافي، وقف إجباري. قال لك واش واجب على ديك السيارة اللي جاية من اليسار تعطيني حق الأسبقية؟ لا ما غاديش تعطيني حق الأسبقية، أنا اللي خاصني نعطيها حق الأسبقية. الجواب صحيح لا رقم 2. السؤال رقم 5: باش نسوق هاد الشاحنة اللي المجموع الوزن ديالها مع الحمولة هو 2500 كيلوغرام، واش من الواجب نتوفر على شهادة التأمين؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. الضريبة على المحور؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4.
هنايا قال لك الا غادي نسوقوا شاحنه اللي المجموع الوزن ديالها مع الحموله 2500 كيلوغرام. اسمعوا، بالنسبه للحموله الا فيها قل من 3000 كيلوغرام راه ماشي واجب خاص نتوفر على الضريبه على المحور، ماشي واجب. بحال دابا هاد الحموله فيها غير 2500 كيلوغرام، واش واجب نتوفر على التامين يعني لاسيرونس؟ بحال لاسيرونس راه نعم واجب، واجب نتوفر على التامين نعم. اما بالنسبه للضريبه على المحور لا، حيت الحموله فيها غير 2500 كيلوغرام حتى تعدى 3000 عاد ديك الساعه واجب نتوفر على الضريبه على المحور. يعني جواب صحيح 1 و4. السؤال رقم 6، كنحس بأني كنسوق فوق الربيع، نقوم بالحصر بقوة. الجواب 1، نرفع رجلي على دواسة السرعة. الجواب 2، نوجه المقود شوية اليسار. الجواب 3، ندور بسرعة المقود اليسار. الجواب 4. هنا قال لك كنحس بأني كنسوق فوق الربيع، يعني حسيتي كتسوق فوق الربيع، شنو غديروا؟ قال لك واش نقوم بالحصر بقوه؟ الحصر هو الفران. واش نديروا الفران بقوه؟ لا. الا كنحسوا كنتمشوا فوق الربيع خاصنا اولا نهز رجلي على دواسه السرعه، يعني على اكسيلاتور. نرفع رجلي على دواسه السرعه نعم، وغادي نوجه المقود شويه اليسار. المقود هو الفولون. قال لك واش نوجه شويه المقود اليسار ولا ندور بسرعه المقود؟ ما يمكنش ندور بسرعه، لا غتقدر تقلب السياره، غادي ندور غير بشويه صافي. نحيد رجلي على الاكسيلاتور. الجواب 2، ونوجه المقود شويه اليسار. الجواب 3 صافي. السؤال رقم 7، اثناء السير العادي واش انا غادي في المكان المناسب من الطريق؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. هنايا في هذه الحالة شادين اليمين، واش أنا في وضعية المناسبة؟ نعم واضحة، راني في اليمين ديالي، يعني راني في مكان مناسب. الجواب صحيح 1. السؤال رقم 8، الضوء أخضر ومع ذلك العربات اللي قدامي واقفة، نزيد القدام. الجواب 1، ننبه بالمنبه الصوتي. الجواب 2، نبقى في المكان ديالي. الجواب 3. هنا قال لك عندي ضوء اخضر ومع ذلك العربات اللي قدامي واقفه. مادام هذوك العربات اللي قدامي واقفين وحنايا عندنا الضوء اخضر، الا زدنا القدام غادي نعرقل الساير حيت كاين تماك ملتقى الطرق. مادام السيارات اللي قدامي واقفين وغادي نوقفوا هنا ونسمح للسياره ربما شي وحده غادي تدور، الا كانت غادي تدور في هذاك ملتقى الطرق. يعني واش نزيد القدام؟ لا، غادي نعلقل السير. ننبه بكلاكسون، ممنوع كلاكسون في المدينه الا في حاله الا كان شي خطر. يعني نبقى في هذا المكان صافي، نبقاو في هذا المكان، نخليو في هذيك الطريق ربما يدوز شي واحد من تماك صافي. الجواب صحيح 3. السؤال رقم 9، نستعد للحصر. الجواب 1، ننبه بالمنبه الصوتي وندوز. الجواب 2، نوقف. الجواب 3. هنايا كاينين الراجلين بزاف، ملي كيشوفوا شي واحد كيشوف شي راجل قدامه واخا فوق، راه فوق التروطوار، كيقول لك نوقف. كتقول له علاش؟ كيقول لك راه كاين تما الراجل. ولكن راجل راه غير فوق التروطوار، واش كيقطع الطريق؟ لا، حتى يحط رجلو في الطريق ديك الساعه نوقفو باش نسمح له. دابا غير واقفين فوق التروطوار، نستعد للحصر. الفران قال لك واش نستعد؟ واش نوجد على الفران؟ وجد، ربما شي واحد غادي يقطعك الطريق دغيا غتكون مستعد. واش نديرو كلاكسون؟ لا. واش نوقفو؟ لا. صافي. الجواب صحيح 1. السؤال رقم 10، منين تواجد امام مصاب فاقد الحركه واش غادي نراقب التنفس ديالو؟ جواب 1،
واش غادي نتخلص من جميع الاشياء اللي كتمنعه من التنفس؟ الجواب زوج. واش غادي نضرب على وجهه باش يفيق؟ الجواب ثلاثة. هنايا قال لك الا كنت واجد امام مصاب فاقد الحركه، الا لقيتو شي مصاب فقد الحركه، غادي نراقب التنفس ديالو. نعم، راقبوا التنفس ديالو وشوفوا واش حي ولا ميت. وغادي نتخلص من جميع الاشياء اللي كتمنعو من التنفس، شي قميجه مزيره عليه كتخنقو، ولا شي كرفاطه، ولا اي حاجه يعني كتمنعو من التنفس. نعم. ولاني باش نضربو على وجهه باش يفيق؟ لا. ولا نوقفوه؟ ولا هادوك لا. صافي، الجواب صحيح. واحد وزوج.